في الصحيح سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد يوم مر عليه أشد من يوم أحد، فقال عندما عرضت نفسي على عبد ياليل، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلى ثقيف ليدعوهم إلى الإسلام وليطلب نصرتهم وليعرض عليهم الدين بعد وفاة عمه وزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فأبوا وأدموا قدميه الشريفتين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وعندما لقي عداس، وبعدها عندما مر بجن نصيبين، فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهموما حتى أفاق بقرن الثعالب، مشى أزيد من 40 كيلو. فعندما أفاق وجد ملك الجبال، قال إن الله أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. مضت الأعوام وانقضت السنون، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر ويقول سمع الله لمن حمد، ويقول خلفه عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان، وهذا الجمع الغفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه الكوكبة حوله، هذا البعد الزمني الغائب الذي كان حاضرا في مشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الأجيال من الظلمات إلى النور.